ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف اراد ان يضيفه يعمل معاه الواجب بالمعنى البلدي بتاعنا، فارسل رسول الى زوجاته بعت لهم يا جماعه الخير ابعتوا لي طعام عشان الضيف، فلم يجد. متخيلين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكرم الخلق، ولكن كان اشدهم زهدا وكان بيعيش على اقل القليل، واوقات كان بيخلو بيته من الطعام. رسول الله يا جماعه صلى الله عليه وسلم. فدعا ربه: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك التي وسعت كل شيء، فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهديت إليه شاة مصلية، يعني معزة أو خروف مشوي. هدية جات له من عند ربنا عز وجل، وده له دلالات كتيرة. دلالة على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالله وإخلاصه في الدعاء. بعد ما جت الهدية قال هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة، يعني إننا تحت رحمة ربنا دائما وأبدا. عظمة الدعاء ده جاية من التخصيص والإجماع، زي ما يبقى شخص عنده مرض مميت ومفيش غير دكتور واحد هو اللي معاه العلاج، يقول أرجوك أنت الوحيد اللي معاك العلاج بتاعي. بس مش معنى كده إني أدعي وأقعد في البيت واستنى الرزق لحد عندي. ده نبي يا جماعه وله كرامات، لكن احنا بشر بنخطئ ونتوب. وان السماء لا تمطر ذهبا يا عزيزي. قال تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فانت مطالب بالسعي والدعاء. ادعي يا جماعه، ادعوا كتير قوي واخلصوا في الدعاء.